السلام عليكم. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ اهلا يا باشمهندس، نورتني. انا اللي كلمتك على العربية، فاكرني؟ على دماغنا من فوق. ربنا يكرمك. طيب ندخل في المفيد. العربية فيها ايه بما يرضي الله؟ لا يا هندسة، كله للأمانة، وربنا يبارك لصاحب النصيب، كله بما يرضي الله. تصدق انا ارتحت لك، لله في لله. حبيبي يا هندسة، أنا ببيع لدواعي السفر على فكرة. انت مسافر فين، الخليج ولا ايه؟ لا والله، مسافر كوم الليفت. طب يلا نخش في الموضوع. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انت تؤمر يا باشمهندس، يلا بينا. العربية فابريكا بره وجوه، موتور وعفشة ايه بتعرق زبدة. في بس كده كام حاجة بسيطة مش مؤثرة خالص على العربية، عشان كله يبقى بما يرضي الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب. ربنا يكرمه يا رب، يا رب. هو قال بص يا هندسة، العربية فابريكا بالكامل، عدا بس بعض المرمات الصغيرة. بس هو كان قصده يقول ان العربية متليسة من بره وجوه. هو قال بس يعني كان فيها حتة كده في سلاح الشنطة يجي قيمة 2 سنتي ولا مؤاخذة، بس العربية فابريكا. بس هو كان قصده يقول إن العربية من الحادثة بقت عاملة شبه علبة الكنز المتطبقة واتفردت تاني. هو قال وللأمانة كانت رشة نظافة من بره. بس هو كان قصده يقول إنها متمحرة معجون من كل حتة. هو قال وعشان أكون صريح معاك للآخر، فيها حتة تريحة في أول فردة الشاسيه. بس هو كان قصده يقول إن العربية مغيرة فخدة كاملة بفردة الشاسيه. الفلتوهات على جنب والفخد على جنب. هو قال والله أنا منزل في السعر لسرعة البيع، وللأمانة أنا جايب معاك من الآخر. أنت عارف بقى، أنا لسه قايل لك عشان دواعي إيه؟ السفر. بس هو كان قصده يقول ده أنا جدي بيبيع فيها من أيام الملك فاروق، ومش عارفين نبيعها لحد دلوقتي. هو قال العربية فابريكا من الآخر كده، مش محتاجة جنيه مصروف، وربنا يبارك لصاحب النصيب. بس هو كان قصده يقول ده انت هتبيع كلاويك عشان تصلحها، معاك ربنا انت بقى واللي هتشوفه منها. هو قال والله يا هندسة أنا بعمل ربنا، وكله بما يرضي الله. بالآخر دي حالة شاذة، خدها وهتدعيلي. بس هو كان قصده يقول دي حالتها ما يعلم بيها الا ربنا، البس يا مقطف. هو قال من الآخر يا هندسة، العربية ما فيهاش مسمار محلول، هتركب وتمشي على طول، يعني حاجة من الآخر. بس هو كان قصده يقول هتركب وتمشي بس مش هترجع تاني، محدش هيشوف وشك.